صباح او مساء الورد على حسب وصول الفيديو ليك. اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه A to Z، برنامج تأمل. هو ايه اللي بيحصل في غزه اليومين دول؟ ليه الضرب القوي كده باستماتة، والضرب بوحشيه، وبيضربوا مستشفيات وبيقتلوا اطفال ومعلمين عليهم جامد وبيقتلوا بكل قذاره؟ ليه جايبين انظار العالم ليهم ومش هاممهم مين بيقول عليهم ايه ومين بيقول عليهم مين؟ ليه الضرب بوحشيه قوي كده؟ هل علشان في 7 اكتوبر علموا عليهم وقتلوا منهم ناس كتير؟ مش ده لوحده، هو طبعا قلم على قفاهم جامد، بس مش ده لوحده. هل علشان خدوا الأسرة بتاعتهم وخدوهم معاهم؟ برضه مش ده لوحده. الحوار فيه سبب تاني. بص يا سيدي، قبل 7 اكتوبر الكيان كان دايما بيدعم وهم كده كبير ان هو الجيش الذي لا يقهر واقوى جيش في المنطقه. كان دايما بيصدر وهم للناس اللي جايين له من اوروبا او من امريكا او من ايطاليا او اي يهود جايين له، ان اي يهودي هيجي هياخد عنده 3 حاجات في ظرف 24 ساعه: الجنسيه، بيت، شغل. وطبعا كلكم شفتوا يعقوب اللي دخل بيت واحده فلسطينيه وقالت له ده بيتي انت بتسرقه، قال لها لو انا ما سرقتوش في غيري هيجي يسرقه، ده الخنزير الكبير. هو ده بالظبط اللي بيحصل. هو بيجي في 24 ساعة بيعمل تحليل دي ان ايه كده تبعهم بيثبت ان هو يهودي. باين تقريبا بياخدوا دمه يعرفوا ان هو دم خنزير ولا حاجة. بيدوله الجنسية، بيدوله بيت. شوف انت اي بيت، احنا معانا السلاح ومعاك الميليشيا بتاعتكم، وخدوا واختار اي بيت وخش خدوا وطلع الناس اللي فيه. وبيجيب لهم شغل في المستوطنة بتاعتهم علشان ينتجوا حاجات علشان يقدروا يصرفوا على نفسهم في المستوطنات دي. وكان معاهم ميزه بقى كويسه جدا بالنسبه لهم، ان كان في هم محميين من الاليت، ذا بيست اوف ذا بيست، جيش النخبه في الجيش الكياني. دول اللي بيحموكم، مفيش حد في الدنيا هيقدر يجي جنبكم او يقول لكم اي كلمه. دول اللي بيحموا المستوطنه. اللي حصل في 7 اكتوبر ان شويه شباب زي الورد نطلهم من السماء وطلعوا لهم من البحر وجالهم على مكان صيني من الجدار بتاعهم وعلموا عليهم، كلوهم على قفاهم، فضوا المستوطنه من اولها لاخرها وخدوهم لا مؤاخذه فده حرقهم قوي. انت ضيعت كذبه ووهم كانوا بيشتغلوا عليها بقالهم 75 سنه، بيحاولوا يوهموا الناس بتاعت اوروبا ان انتوا هتيجوا هتعيشوا في جنه بالنسبه لهم. هتيجي هتلاقي جنسيه وهتلاقي بيت وهتلاقي شغل ومحدش هيقول لك تلت التلاته كام، لان انت محمي من اقوى جندي في الدنيا. فانت فجاه لقيت ان اقوى جندي في الدنيا ماشي لا مؤاخذه بالبتاع ولابس نضاره شمس ومتحد على مكنه صيني. ايه يا معلم؟ هتقنعني ازاي بعد كده ان انا اجي لك تاني، ان انا اسيب امريكا ولا اوروبا ولا واجي هاجر عندك في بلد زي فلسطين واقعد في وسط الكيان وانت قال ايه هتحميني؟ عشان كده بيحصل مظاهرات عندهم لحد النهارده بتقول له وريني السبب، انت ليه خدت على قفاك في 7 اكتوبر؟ علشان كده هو بيضرب بوحشيه علشان يحاول يلفت انظار الناس ان بصوا انا بقتل ازاي، بصوا انا قوي ازاي، بص اللي يجي عليا انا هعمل فيه ايه. لكن المقاومه مديه على قفاه، وبالذات اليومين دول هم كانوا مستعدين. هم بيتضربوا وبيحصل خساير وفي شهداء كتير ربنا يعينهم وفي اطفال بتستشهد، بس النهارده غير. النهارده ما بقاش بالحجاره بس، كلنا بنشوف الفيديوهات بيقتلوا الدبابات من مسافه صفر. يعني سبحان الله على العقيدة والشجاعة ان هو من مسافة صفر يدمر له دبابة. شوية شباب زي الشبح يخش يدمر له دبابة واثنين وثلاثة، وصلوا ل 100 دبابة واكتر من شوية شباب ماشيين في الشارع. فده اللي مجنن جيش الكيان ومخليه مش عارف ينام، ان هو مش عارف يعمل حاجة غير ان هو يضربهم بالطيران. يحاول يخش بري، لا 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 مش هيعرف. هيعرف يخش بري لان هو معروفه من زمان ان هم ما بيضربوش في البري. ايام سيدنا موسى لما قال لهم ادخلوا عليهم بس وانتوا هتكسبوا، خشوا عليهم، ادخلوا عليهم الباب وانتم الغالبون. قال له اذهب انت وربك فقاتل ان احنا هنا قاعدون. هم كده ما لهمش في البري، هم اخرهم بالطيران يضربوا من فوق. علشان كده هم محروقين جامد وبيضربوا جامد. بس احنا بقى هنا دورنا، احنا مش قادرين نحارب معاكم وده قله حيله. احنا مش عايزين نحبط او يتكسر عزيمتنا.
رقم واحد المقاطعه، المقاطعه ده سلاح قاتلهم فعلا. وسبحان الله انت بقيت تشوف ناس كتير جدا من المصريين اللي كان ليهم في الطور ولا في الطحين ولا كانوا يعرفوا غزه دي فين اصلا، لا لما شافوا اللي حصل ده لا انا هقاطع. والمقاطعه اليومين دول مش يومين وهتمشي، او انا مش هشرب البيبسي وخلاص، لا 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 لا، انا بقاطع لان انا مش عايزكم. المجتمع الدولي ظهر على حقيقته للعالم كله، بلا حقوق انسان بقى بلا بطيخ، احنا هنسيبكم تقتلوا. طب خلاص يا معلم، انتوا فقدتوا اكبر مستهلك عندكم، احنا فعلا ما بقيناش عايزينكم. ان انا واحد من الناس، انا من يوم 7 اكتوبر انا كنت مدمن البيبسي بكل صراحه. انا من يوم 7 اكتوبر ما شربتش ازازه واحده، مفيش. ده مش معناه ان انا بطل او هيرو او لا، ولقيت ان صحتي بقت احسن، لقيت ان الدنيا بقت اجمل، لقيت ان انا ما متش لما ما اشربش بيبسي. لا وكمان احنا بنساعد منتجات مصريه انها تكبر وتعلى ونقوي اقتصادنا، ونقدر ان احنا نوقف ان احنا نستورد حاجات ملهاش اي تلاته لازمه. في حاجات، في منتجات احنا مش هنقدر نقطعها زي الادويه، زي بس نحاول بقدر المستطاع ان احنا نبطل الكلام ده. جهاد، هم الناس ربنا مصبرهم في فلسطين وعملوا اللي عليهم وقدروا ان هم يجاهدوا حرفيا. احنا مش هنقدر دلوقتي علشان مش مسموح لنا ان احنا نروح نحارب معاكم، بس خلاص احنا في جهاد النفس، احنا مش عايزينكم، احنا هنرميكم واحنا مش محتاجينكم، لا احنا هنرميكم كده زي الذليل، احنا مش عايزين حاجتكم، احنا هنقدر نوقف بلدنا. عندنا منتجات مش الكواليتي بتاعتها 100% بس عجبانا ومالكش دعوه. شوف اسمها سبيروس باتس دي، الحمد لله قلت اسمها صح تقريبا، مش موجوده هنشربها مالكش دعوه. شوف سينا كولا طعمها اسوأ من الاكل مال اليتيم، هنشربها مالكش دعوه. وبس كده يا سيدي، اشوفكم دايما على خير. وفي اخر حلقه لو الفيديو عجبكم انتوا عارفين هتعملوا ايه، ما تنسوش اللايك والشير والكومنت، ولو ما اشتركتوش في القناه انزلوا اشتركوا في القناه، ما تنسوش تشوفوا الحلقات اللي فاتت وتستنوا الحلقات الجايه، بصوا بص على المصادر. وبس كده يا سيدي.